بتبدأ الحكاية بولد صغير اسمه ميجيل، وكان بيحكي لنا إن جد جده بيحب العزف والغنى والرقص، وكان حلمه إنه يغني للعالم كله. بس للأسف في يوم من الأيام أخد جيتاره ومشي من البيت، وساب مراته إيميلدا وبنته كوكو واختفى ومرجعش تاني أبدا. وقررت إيميلدا بعدها إنها تقفل صفحة الغنى والعزف دي نهائي من حياتها، وتركز بس على صناعة الأحذية، وورثت الشغلانة دي لكل الأجيال في العيلة من بعدها. وزي ما احنا شايفين وش جد ميجيل كان مقطوع من الصورة، ومحدش كان يعرف شكله ولا يعرف عنه أي حاجة. ودي بقى كوكو لما كبرت وبقت جدة ميجيل اللي هو حكالنا القصة، وكان بيحبها جدا وبيحكي لها عن كل حاجة بتحصل في حياته. ودي جدته التانية بنت كوكو، وتفكيرها برضه زي إيميلدا متعقدة من الموسيقى، وبتحرم برضه ميجيل منها بأي شكل. وده طبعا بيخلي ميجيل حزين ومحبط جدا، لأنه مش حابب يبقى زي بقية قرايبه في العيلة يصنع جزم وخلاص. ميجيل كان بيعشق الموسيقى وكان نفسه يعزف ويغني زي قدوته الشخصية الأعظم في المجال ده ديلي كروز، وكان أجمل أغنية بيحبها له اسمها ريمبر مي. المهم بقى اليوم ده كان احتفال بعيد عندهم اسمه عيد الموتى، يوم واحد بس في السنة بيعتقدوا فيه إن أسلافهم بيجوا لزيارتهم، ولازم يبقوا معلقين صورهم عشان الحكاية دي تنجح. يعني لو أي حد ميت وحطوله صورته كده هيجي عادي من العالم الآخر وهيقدر يشوفهم، والحكاية دي في اليوم ده بس. ولو بقى مش حاطين صورته مش هينفع يجي ولا هيشوفهم. وميجيل بعد كده بالصدفة بيمسك الصورة اللي فيها جده وبتقع منه وبتتكسر، وبيكتشف إن الصورة ليها جزء تاني عبارة عن جيتار اللي هو نفسه جيتار ديليكروز. وطبعا ساعتها بيطير من الفرحة وبيفضل يقول للناس أنا جدي طلع ديليكروز، وبيجري برضه على عيلته عشان يحكي لهم اللي هو عارفه. بس كلهم وقتها بيتعصبوا وبيردوا عليه وبيقولوا له حتى لو جدك ديل كروز ما تنساش ان ده راجل هجر اسرته عشان الموسيقى، وعمرنا ما هنسمح لك تبقى زيه. وفي الاخر جدته كسرت الجيتار بتاعه، فميجيل زعل جدا وهرب منهم وراح مع الكلب بتاعه المكان اللي موجود فيه جيتار ديل كروز الحقيقي، وعرف يسرقه. وبمجرد ما عزف عليه الناس سمعته من بره، والحراس جم بسرعة عشان يمسكوه. بس الغريب بقى إن ميجيل لما عزف على الجيتار اتنقل لعالم الأموات، والحراس لما جم ما قدروش يشوفوه. وبعدها طبعا ميجيل كان مصدوم وعمال يجري ومش فاهم حاجة، لحد ما خبط بالصدفة في أجداده اللي ماتوا، واللي هم جده خوليو وعمته روزيتا وعمته التانية فيكتوريا وعمامه الاتنين أوسكار وفيليب. وبيشوف برضه واحد من الأموات دول بيحاول يعدي عشان يروح عالم البشر، بس الحارسة بتوقفه وبتقوله محدش حاطط صورة ليك فمش هينفع تروح، والحراس بيمسكوه وبيرجعوه تاني. واخيرا ميجيل شاف جدته ايميلدا، وكانت وقتها متضايقه وبتزعق عشان قالوا لها ان صورتها اتشالت. طب ازاي صورتها اتشالت مع اننا شفناها كانت متعلقه؟ عشان نكتشف بقى ان ميجيل لما الصوره وقعت من على الحيطه خدها ونسيها معاه. ودلوقتي بقى في كارثه كبيره، ان العيد ده زي ما قلنا يوم واحد في السنه، يعني ميجيل لو مرجعش لحياته قبل ما اليوم ده يختفي هيتحول وهيبقى زيهم وهيفضل هنا على طول. والحل الوحيد عشان ده ما يحصلش لازم إيميلدا ترضى عنه وعن حياته اللي هو كان عايز يعزف ويغني فيها طبعا. بس زي ما قلنا في الأول إيميلدا أصلا متعقدة من الغنى والموسيقى، فأكيد عمرها ما هترضى عن اللي ميجيل بيعمله. وكده ميجيل ما قداموش غير حل أخير، إن هو يدور على جده ديليكروز عشان يخليه هو اللي يرضى عنه وعن حياته، وبكده هيقدر يرجع تاني. وأثناء ما ميجيل بيدور على جده ديليكروز بيقابل راجل اسمه هيكتور، وبيعملوا مع بعض اتفاق. هيكتور هيوديه يقابل ديليكروز لأنه عارفه، في مقابل إن ميجيل لما يرجع للحياة بتاعته تاني يعلق صورته على الحيطة. فميجيل وافق، بس اكتشف إن ديليكروز حتى وهو في العالم الآخر مشهور جدا وليه مركزه ومش أي حد يعرف يوصله، وعشان يقدروا يقابلوه لازم يعملوا استعراض حلو في المسابقة، ولو طلعوا فيها المركز الأول هيروحوا ويغنوا معاه في حفلته. بس الأول هيكتور أخد ميجيل لمكان الناس اللي محدش حاطط صورهم زيه كده عشان ياخدوا جيتار من واحد صاحبه ويغنوا بيه في الحفلة. وهناك بقى ميجيل بيكتشف إن هيكتور بيعرف يعزف وصوته حلو، وبيعرف كمان إن لو أهلك معلقوش صورتك أنت بس مش هتبقى قادر تشوفهم، لأ ده كمان بعد فترة بتتلاشى تماما وما بيكونش ليك أي وجود في الحياة. فهيكتور بيقول لميجيل وقتها إن الحكاية مش حكاية صور وبس، والذكريات والقصص اللي بيحكوها عننا لما نموت هي اللي بتفرق معانا. وفعلا بعدها راحوا هما الاتنين للمسابقة وبيعملوا استعراض حلو جدا. بس إيميلدا بعدها بتحاول تمسك ميجيل عشان ترجعه العالم الطبيعي تاني،
فميجيل بيقول لها مش هرجع إلا لما أنفذ حلمي واكتشف الحقيقة، وإنتي المفروض أصلا تساعديني على الكلام ده. فحست ساعتها إيميلدا بالذنب، وميجيل بعدها سابها وراح عشان يشوف جده ديليكروز. وديليكروز كان فرحان بيه جدا وعمال يقول للناس أنا ليا حفيد، وكمان بياخدوا وبيعرفوا على أصحابه وبيقضوا شوية وقت حلو مع بعض. وقبل ما يرجعوا لحياته تاني، المفاجأة بقى دخل عليهم هيكتور، وهيكتور واجه ديليكروز، وبنكتشف بقى حاجة محدش يتوقعها. وأول حاجة فيهم إن كل أغاني ديليكروز كانت بتاعت هيكتور أصلا، وهيكتور هو اللي كان كاتبها كلها، وديليكروز سرقها منه بعد ما مات. وتاني مفاجأة، موت هيكتور ما كانش مجرد حادثة، وديليكروز هو اللي قتله عن طريق إنه حطله سم في العصير. طب ليه عمل كده؟ عشان هيكتور في الوقت ده حس بالذنب على أسرته وقرر يرجع لهم تاني، وطبعا ديليكروز كان هيبقى ولا حاجة من غيره، فديليكروز قتله وكمل هو مسيرة الغنى. وبعدها هيكتور وديليكروز بدأوا يتخانقوا مع بعض، بس ديليكروز نده على الحراس بتوعه وأخدوا هيكتور وميجيل ورموهم في حفرة. وابتدى هيكتور بعدها يحس إنه خلاص بيتلاشى، وقال لميجيل خلاص كده كوكو قربت تنساني. فميجيل بيوريله الصورة اللي معاه وحكاله إنه كان حلمه قبل ما يتلاشى إنه يشوف كوكو حتى لو لمرة واحدة في حياته، ويغني لها أغنية ريمبر مي اللي كان طول عمره بيغنيها لها وهي صغيرة. يعني كده هيكتور هو جد ميجيل، وديليكروز ما يقربلوش ولا حاجة. وبعدها بتجيلهم إيميلدا هي كمان عشان تنقذهم، فهيكتور اعتذر لها على كل اللي عمله، وهي كمان قالت لميجيل غني براحتك وما تنساش إن إحنا بنحبك. وبيسيبوا ميجيل وبيروحوا كلهم لديليكروز عشان تحصل خناقة ومطاردة بينهم. ونهاية الخناقة إن ديليكروز اتفضح والناس كلها عرفت إن أغانيه مسروقة، وصاحب الأغاني الأصلي هو هيكتور. وطبعا الأموات كلهم كانوا مصدومين ومش عايزينه يكون معاهم تاني، فالتنينة السحرية بتاعتهم ضربت ديليكروز وطيرته من المدينة. بس للأسف صورة هيكتور اللي اداها لميجيل ضاعت في الخناقة، وبيبتدي بعدها فعلا إنه يتلاشى. وإيميلدا ساعتها بترجع ميجيل للحياة عشان اليوم كان قرب يخلص ومش هيعرف يرجع تاني. وبعدها لما ميجيل بيفوق في حياته الطبيعية بيجري بسرعة جدا على جدته كوكو عشان يحاول يخليها تفتكر هيكتور قبل ما تنساه بشكل نهائي. وحاول كتير وكان خلاص قرب يفقد الأمل معاها، بس فجأة بتجيله فكرة إنه يغني لها أغنية ريمبر مي، ولما عمل كده افتكرته فعلا بعدها وبدأت تغني معاه. وكل عيلته كانوا واقفين بيتفرجوا وهم متأثرين. وكوكو في الآخر بتدي ميجيل بقية الصورة المقطوعة. وبعد سنة في نفس يوم عيد الموتى الناس كلها بيكونوا عرفوا هيكتور وعارفين إن كل الأغاني دي بتاعته مش بتاعت ديليكروز. والجدة كوكو بتكون ماتت خلاص واتنقلت لعالم الأموات، وميجيل بقى بيغني عادي في كل حتة والناس كلها بيكونوا مبسوطين بيه. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.